بعد إذنك يا دكتور، هو علاج طبيعي في ألمانيا 3 سنين ومعهد، ما فيش كليات هناك زي هنا في مصر فعلًا؟ آه فعلًا، في مصر هنا العلاج الطبيعي 6 سنين في أغلب الكليات، 6 سنين، 5 دراسة وسنة امتياز. ولكن في ألمانيا بيبقى عبارة عن معهد، معهد يعني بيركّز على الجانب المهني أكتر، فبيبقى 3 سنين. وبعد كده أنت بتقدر في ألمانيا بعد ما تخلّص ال3 سنين تعمل بقى دراسات عليا وتتخصص في حاجة معينة. فالموضوع مش أحسن أو أوحش، الاتنين اختلاف بس أنظمة أكاديمية. طب مين أعلى كنظام أكاديمي؟ طبعًا الكلية، ولكن لا يقلل من ده أو من ده. أنت لمّا تتخرّج من ألمانيا هتبقى مُعتمد من ألمانيا ومعاك شهادة قوية، لمّا تتخرّج من مصر هتبقى بكالوريوس وبرضه يعني شهادة محترمة بس بترجع تاني تعادلها في ألمانيا. في ألمانيا بعد ال3 سنين أنت بيكون شغلك متركّز أكتر على الشغل العملي، وتكون يعني بيدرّبك على مهنة العلاج الطبيعي بجد. لكن شوية في مصر بيكون في حشو زيادة عن اللزوم. في جامعات أصلًا في مصر زي UH بتدرس العلاج الطبيعي في 4 سنين كنظام بريطاني، في بريطانيا برضه بيبقى 4 سنين. فالموضوع مش أحسن أو أوحش أو دي وحشة ودي حلوة، كله هيبقى حلو. ولكن لو أنت خدت البكالوريا من مصر هترجع تعدلها تاني في ألمانيا وبس، وربنا يوفقك.